بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أخوة الإسلام، نتكلم في هذه الكلمة عن موضوع من المواضيع المهمة التي طرحتها وزارة الشؤون الإسلامية في التقويم الدعوي، وهي بعنوان نصائح ووصايا للمقبلين على الزواج وكذلك أيضا المتزوجين. كما تعلمون أيها الإخوة في الله أن الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي امتن الله عز وجل بها على عباده، فقال جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد ذكر الله عز وجل عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أنه جعل لهم أزواجا. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. في سورة النحل امتن الله عز وجل على عباده بأن جعل لهم أزواجا، كما قال الله عز وجل: والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من ربي جل وعلا، وهي الزواج حتى يستمر النسل وحتى تستمر الأسرة المسلمة التي تعبد الله سبحانه وتعالى. لو رجعنا إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى لوجدنا هناك وصايا أوصى الله عز وجل بها المتزوجين، وهذه الوصايا عظيمة على المسلم أن يتمثل بها وأن يعمل. على المسلم أن يمتثل بهذه الوصايا وأن يعمل بها رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى، ورجاء أن تكون حياته سعيدة هنيئة، لأن العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى نور وهداية. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا كبيرا. إذن أيها الإخوة في الله، علينا جميعا أن نمتثل لهذه الوصايا التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. وأهم هذه الوصايا هي قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. يوصي الله عز وجل الرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. ثم قال الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لم يقل الله عز وجل: إذا كرهتموهن طلقوهن، لا، وإنما أمر الله عز وجل بالصبر على النساء. قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مع مرور الأيام ومرور السنين والشهور تحدث الألفة بين الزوجين وتحدث المودة، وكذلك أيضا يكون بينهما الولد، فيحن قلب الرجل إلى زوجته، وكذلك أيضا العكس، المرأة تحن إلى قلب زوجها حينما يكون هناك ذرية. وهذه هي ثمرة الزواج، أن يكون هناك ذرية. إذن أيها الإخوة في الله، الوصية الأولى هي المعاشرة بالمعروف. إيش معنى المعاشرة بالمعروف؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم. هذا هو معنى المعاشرة بالمعروف.
يعني بذل الخير للزوجة والنفقة بالمعروف، وكذلك أيضا كف الأذى، وكذلك أيضا طيب الكلام وحسن المعاملة. هذه كلها من المعاشرة بالمعروف. كذلك أيضا من الوصايا التي في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل فإمساك بمعروف، يعني على الزوج أن يمسك زوجته بمعروف. ومعنى معروف أي كل عمل فيه خير، هذا هو المعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حينما تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ليس هناك أسلوب للإصلاح وليس هناك طريقة للإصلاح فعلها الزوج وزوجته، لكن لم يصلوا إلى حل، فإن الله عز وجل قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لا يذهب إلى الطلاق مباشرة، لا، هناك عدة محاولات كما قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومعنى ذلك أيها الإخوة في الله، إذا كانت المرأة عاصية لله عز وجل وعاصية لزوجها فإن الزوج يفعل معها ثلاثة أمور. المرتبة الأولى الوعظ، يعظها يخوفها بالله سبحانه وتعالى. إذا ما امتثلت يهجرها في المضجع، يعني في الفراش، يكون معها في نفس الغرفة لكنه هو في فراش وهي في فراش. وليس معنى ذلك أن يهجرها في البيت، يعني يذهب وينام في بيت آخر أو يذهب وينام في غرفة أخرى وهي في غرفة، لا، معنى ذلك الهجر في المضجع واهجروهن. ثم قال الله عز وجل واضربوهن. ومعنى الضرب أن يكون ضربا غير مبرح، يعني لا يهشم وجها أو عظما ولا يكسر عظما ولا يؤذي إيذاء للمرأة، وإنما يكون كما قال ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يضربها بمثل السواك، حتى يعني تعرف أنها مخطئة وأنها ناشز وعاصية لله عز وجل، وكذلك أيضا عاصية لزوجها. كذلك أيضا الزوج إذا كان عاصي لله سبحانه وتعالى، وإذا كان نسأل الله العافية والسلامة ظالم للمرأة ويعني يظلمها ويحتقرها ويهينها ويسبها ويشتمها ويضربها، هنا على الزوجة أولا أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تراقب الله عز وجل وأن تؤدي حقوق زوجها، هذا هو الواجب أمام الله سبحانه وتعالى. ثم تبدأ بالنصح، تبدأ بالحوار مع الزوج، تبدأ ب عدة محاولات لعل الله عز وجل أن يهدي هذا الزوج. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ويقول الله عز وجل فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه من الطرق التي بالإمكان أن تعيد الصفاء وتعيد المودة بين الزوجين. يكون هناك حكم من الأهل وحكم من أهل الزوجة وأهل الزوج، فيجتمع هذان الحكمان ويضعان الحلول المناسبة لإنهاء الخلاف بين الزوجين. ولا بد أن يتميز هذا الحكم بأنه عاقل وحكيم ومدرك حتى يحكم بالعدل بين الزوج وزوجته المتخاصمين. إذن أيها الإخوة في الله، الإسلام لم يترك الحياة الزوجية فوضى، وإنما جعل لها أساليب وجعل لها طرق وجعل لها قواعد. هذه القواعد تسير بالحياة الزوجية إلى بر الأمان.
كذلك أيضا لو رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدنا الأحاديث العظيمة التي فيها الخير الكثير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عواني عندكم، يعني كالأسيرات. قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، وكذلك أيضا في يوم النحر قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على أهمية الأمر وأهمية الوصية بالنساء خيرا. بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يتعامل مع زوجته معاملة فظة، معاملة غليظة، معاملة سيئة، نسأل الله العافية والسلامة. يعامل الناس خارج المنزل معاملة طيبة، معاملة رقيقة، معاملة فيها أدب واحترام، لكنه مع زوجته نسأل الله العافية والسلامة سيء المعاملة، سيء المعاشرة، يتلفظ بالألفاظ البذيئة، وهذا حرام ولا يجوز أيها الإخوة في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل أيها الإخوة في الله على وجوب الوصية بالنساء خيرا. كذلك أيضا يجب عليك أيضا أن أيها الزوج أن تراعي الأحوال التي تكون عليها زوجتك. الزوجة تمر بمراحل لا تمر بها أنت أيها الزوج، يعتريها ما يعتريها من الحيض أعزكم الله، وكذلك أيضا من الحمل، وكذلك أيضا من التعب والشقاء في البيت. فلا بد أن تراعي هذه الأمور في الزوجة، لا تكون قاسيا عليها في مثل هذه الأيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أن النساء ناقصات عقل ودين، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنك تظلمها وتقول هذه ناقصة عقل ودين، لا، وإنما حتى تعرف أنت أن هذه المرأة تجلس الأيام ما تصلي لله سبحانه وتعالى ولا تصوم مع المسلمين لأن فيها العذر الشرعي، فهذا يعني عذرها ربي سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أنت أيها الزوج لا بد أن تعذرها. كذلك أيضا العقل للمرأة وتفكيرها وإدراكها وعدم نسيانها هذا ليس كالرجل، ولذلك الله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى. فالمرأة يعتريها ما يعتريها من نقصان العقل ونقصان الدين. أما نقصان الدين فإنها تجلس الأيام ما تصوم ولا تصلي. أما نقصان العقل فشهادة المرأة فشهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، لأن الله عز وجل يقول يعني أن تنسى المرأة فتذكر إحداهما الأخرى. هذا هو الواجب أيها الإخوة في الله. لا نفهم النصوص النبوية أن هذه المرأة مهانة أو أن هذه المرأة منبوذة في المجتمع، لا، هذا اعتقاد أهل الجاهلية أيها الإخوة في الله. بل علينا أن نكرم هذه المرأة، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحرجكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. هذا هو الواجب. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة خلقت من ضلع، يعني من ضلع الرجل، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل أعوجا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعظم هذه الكلمة، استمتعوا بهن على عوج. استمتعوا بهن على عوج، يعني لا بد أن تداري المرأة. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يقول: باب مداراة النساء، وذكر هذا الحديث أن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرق، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. أنت قد تكره في زوجتك عدة أخلاق، لكنها عندها أخلاق فاضلة وعندها أخلاق حسنة، أن تنظر إلى الحسنات ولا تنظر إلى سيئات زوجتك، لأنك لو نظرت إلى السيئات كرهتها، لكن انظر إلى حسناتها حتى
تحبها وحتى تعرف قيمتها وفضلها. عليك أخي الزوج أن تنظر إلى هذا الحديث نظرة عظيمة. لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. إن كره منها خلق رضي منها آخر، تكره منها مثلا أخلاق سيئة لكن ترضى منها أخلاق حسنة، أخلاق فاضلة. عليك أخي المسلم أن تعاشر زوجتك بالمعروف وأن تدعو الله عز وجل لها بالهداية. الله عز وجل في القرآن ماذا يقول؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والنبي عليه الصلاة والله عز وجل حينما ذكر في سورة الأنبياء قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووصل إلى قصة يحيى زكريا وابنه يحيى، قال الله عز وجل وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال أهل العلم أن صلاح الزوجين ينعكس على حياتهم. إذا كان الزوج محافظ على الصلاة، محافظ على طاعة الله، بار بوالديه، غير مؤذي لجيرانه، ينعكس هذا على أهل بيته، ينعكس على زوجته. كذلك أيضا الزوجة إذا كانت صالحة تقية بارة شريفة عفيفة ينعكس هذا على زوجها وعلى أولادها. فعلينا جميعا أيها الإخوة في الله أن نمتثل هذه الوصايا العظيمة النبوية الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوصية الأخيرة للمقبلين على الزواج وللمتزوجين أن يقرأوا كتب أهل العلم. كتب الحديث موجود فيها كتاب النكاح، باب عشرة النساء، موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. كل هذه الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب التي تجمع كتب السنة موجود فيها كيف يعاشر الرجل زوجته وكيف يعامل الرجل زوجته وما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاشرة النساء. على المسلم أن يقرأ هذه الكتب قبل أن يتزوج حتى يتحصل بالعلم الشرعي. الآن نسأل الله العافية والسلامة، بعض المتزوجين قبل أن يتزوج يذهب إلى المكتبة التي تبيع الكتب، فيذهب إلى الكتب الغربيين، يأخذ كتب الغربيين حتى يأخذ منها كيف تتعامل مع زوجتك. هذا غير صحيح، بل عليك أن تأخذ من الكتاب والسنة. زاد المعاد في هدي خير العباد، في فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته. الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلها فيها باب عشرة النساء، كتاب النكاح، آداب الطلاق، كتاب الطلاق، وهكذا. كذلك أيضا إذا حصل افتراق بينك وبين زوجتك كما قال الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لا تنسى الفضل بينك وبين زوجتك. قال الله عز وجل ذلك في كتابه ولا تنسوا الفضل بينكم للمتفرقين قبل الدخول، فما بالك للمتفرقين بعد الدخول. فاحرصوا بارك الله فيكم على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى شكر الله سبحانه وتعالى، وأبشروا بالخير. يسروا الزواج على إخوانكم وعلى شبابكم، يسروه لا تعسروه. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة التمس ولو خاتما من حديد. ما قال روح تسلف وجيب لك فلوس، لا، قال التمس ولو خاتما من حديد. زوجتكها بما معك من القرآن. يزوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالسورة من القرآن. فهذا يدل على تيسير النبي صلى الله عليه وسلم لأمور الزواج. لكن إذا جعلنا الزواج تكاليف وغلاء وما أدري إيش، خلاص هنا ينفر الشباب عن الزواج. فأعظم عقبة من العقبات التي تمنع الشباب من الزواج هو غلاء المهور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الناس بركة أيسرهن، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. والله عز وجل يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
فالعلماء يقولون أن النكاح سبب للرزق وسبب للبركة، وجاء في بعض الآثار التمسوا الغنى في النكاح. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وأشكركم إخواني في الله على حسن إنصاتكم ومتابعتكم، وأسأل الله جل وعلا لا يحرمنا وإياكم الأجر والشكر موصول لجمعية الدعوة بحوض سدين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.